أهلا بكم أعزائي ومتابعي لحظة من فضلك. إطلالة جميلة للفنانة درة. خضعت النجمة التونسية درة لجلسة تصوير جديدة مستعرضة أناقتها بأحدث صيحات الفساتين الصيفية الناعمة. ونشرت درة مجموعة من صورها عبر حسابها الشخصي موقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر انستجرام. وتألقت درة بإطلالة صيفية مفعمة بالأناقة والنعومة في آن واحد من اختيار خبيرة الموضة يمنى مصطفى، حيث ارتدت فستان طويل مجسم بأكمام ملكية مكشوف الظهر صمامة من قماش ناعم باللون البينك الفاتح. الفستان حملة توقيع صمم الأزياء اللبناني جورج حبيقة لتختف به الأنظار وتتصدر عناوين مجلات الموضة العالمية بأناقتها، وتزين ببعض المجوهرات الراقية المتناغمة مع إطلالتها، فيما امتلعت صندلا بكعب عالي مرصع بحبات الكريستال من الأمام. أما من الناحية الجمالية اعتمدت تسريحة شعر ناعمة بأنامل مصفف الشعر رافيلو توما، وبرع خبير التجميل إسماعيل بلانكو في عكس ملامحها بلمسات هادئة من الألوان الترابية لتتناغم مع لون بشرتها الخمرية، مع تحديد عينيها بالكحل والمسكرة السوداء ولون الكشمير في الشفاء. جورج حبيقة هو مصمم أزياء لبناني بدأ عشقه للأزياء عندما كان صغيرا، وفي عام 1994 بدأ بعرض مجموعة الخياطات الرفيعة ضمن أسبوع الموضة في باريس، وبعد ذلك بدأ بتصميم الملابس الجاهزة، وتتميز تصاميمه بالنعومة والأنوثة وجذب تصاميمه ممثلات ومغنيات من هوليود والعالم مثل أنا صوفيا روب وكارم كارديشيان وسيلينا وجينيفير لوبيز وجوليا ستايلس وجولييت لويس وكايتي بيري وإيفا لانغوريا وإنت بنغ وجين فوندا وهيلري سوانك وجولي بولين وإيميلي دي رافان وهولي هانتر وفينيسيا وديان كروغر. وصمم الفستان الذي ارتدته ملكة جمال لبنان 2001 كريستينا سويا خلال حفل مسابقة ملكة الجمال الدولي 2002، والذي توقت باللقب فيه. درة إبراهيم من مواليد 13 يناير 1980 المعروفة باسم درة، وهي ممثلة تونسية مقيمة في مصر، حاصلة على شهادات الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة. دخلت ميدان الفن إثر انضمامها لفرقة التياترو، حيث شاركت لأول مرة في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي. مثلت عدة أدوار في السينما التونسية وشاركت في أفلام عالمية، وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، وشاركت منذ عام 2007 في السينما المصرية، وأصبح لها حضور طاغي في الوطن العربي بعد مسلسلاتها في مصر العار 2010 والريان 2011 وآدم 2011. من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على وضع الكل، وعمل لايك ليصلك كل جديد من القناة. شكرا لكم.